لو أسقطت قنبلة نووية داخل بركان نشط يمكن أن توقظ وحش الجحيم؟ هذا الكابوس الذي يراود كل من يراقب جبال النار بتحويلها إلى أسلحة دمار لا تبقي ولا تذر. قد تستخدمها الدول ضد بعضها، فهل يمكن لقنبلة أو صاروخ إيقاظ بركان نائم بضغطة زر؟ ما يحدث تحت أقدامنا أعظم بكثير من كل ما في ترسانة البشر، فعلى أعماق قد تصل إلى عشرات الكيلومترات تتحرك صفائح الأرض ببطء، وكل حركة منها تولد ضغطاً يعادل مليارات الأطنان من طاقة تكفي لتحريك قارة بأكملها. فكيف لقنبلة مهما عظمت أن تغير مسار جبل ناري؟ القنبلة النووية الأقوى في التاريخ القيصر أطلقت طاقة تعادل 50 ميجاطن، بينما ثوران بركاني متوسط فقط قد يطلق أكثر من 200 ميجاطن. أما الثورانات الكبرى فتصل إلى آلاف الميجاطن، أي أن الطبيعة ببساطة أقوى من كل ما صنعته يد الإنسان. لكن لو تم نقل القنبلة إلى حجرة الصهارة وضبط توقيت التفجير بدقة، فإن الانفجار الهائل قد يبخر الحمم ويحولها إلى غاز فائق السخونة. هذا البخار الناتج عن الحمم سيتمدد بسرعة كبيرة، مسبباً موجة ضغط هائلة، وسيؤدي الانفجار إلى قذف الصخور المنصهرة والرماد والغازات عالياً في الغلاف الجوي.